شاهدوا متابعينا الكرام فضيحة طرد ثاني جزائري من المغرب في طائرة إلى الجزائر. بصراحة لم يكن عليه أن يسيء للمغرب لأنهم نجحوا في تنظيم كأس إفريقيا وملاعب المغرب عالمية، لذلك تم طرده وترحيله من المغرب. صراحة أنه هذه هي أكثر حاجة تخليني نحس بالعار والحشمة أني جزائرية. ما حسيتهاش مثلا كي الجزائريين طلبوا أنه يباتوا ياكلوا باطل عند بعض المغاربة اللي كانوا كرماء إلى غير ذلك، ولكن هذا الفيديو بصراحة ما كانش حاجة أسوأ منه، لأنه تم في مكان عام وسط الناس. تفرجوا على الفيديو ومن بعدها نعلق عليه. ما عنديش نهضر، أنا رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا، والله يبداو يشموا ريحة السياشة في الصطاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي، ما قدرتش غاوتيني مستريسي. لا ميرد فريغو، على خرجت والله خرجت، هاي ستراس لا غالب. خوتي فيها باقي راه طاحت ولا غير طاحت البولة طاحت، هاي لا غالب ستراس. يا فيفا الكونغو، فيفا الكونغو، حورية هذه. كان واقف قالوا ما تشوف سر. الوسخ وقلة الأدب وقلة التربية فعل فاضح في مكان عام، رغم أنه هذاك الصطاد فيه كل أنواع لي تواليت للناس العاديين والناس ذوي الاحتياجات، للنساء والرجال، ولكن هذا المؤثر الجزائري اللي يتبعوه ملايين الناس على كل المنصات اختار أنه يقوم بهذا الفعل، ينحي سروالو ويجبد القلقول تاعو ويتبول أمام الناس، أمام الجمهور، أمام جزائريين كما كيفو، رجال ونساء كبار وقاصرين. هذا فعل مخل بالحياء في مكان عام، ومفروض أنه السلطات المغربية تعاقبه على الأقل غرامة مالية، على الأقل. أنا ما على باليش القوانين في المغرب كيفاش في هذه الحالة، ولكن هناك بالتأكيد عقوبة لمن يرتكب هذا الفعل عن عمد، سورتو كي يكون بالغ عاقل راشد مدرك لما يفعل، ما هوش طفل صغير، ما هوش مريض، لا عادي كان كي البغل قاعد يعيط ويرقص وينقز ويتفرج في الماتش. جاتك الحاجة البيولوجية العادية كما الناس، تنوض ترفد روحك وتروح للتواليت وين تبلع الباب على روحك وتنحي الملابس تاعك وتقضي الحاجة تاعك، تغسل يديك المسخ المقمل المدقلص، تغسل يديك تعقم يديك ومن بعدها عاد ترجع وتقعد قدام الناس. ماشي انك انت تتبول وتضحك وعاجبك الحال وتبين في سنادرك وتقول فيها ومسجلها وفي البث المباشر، والبغولة والبعرة اللي كانوا يتفرجوا فيك باينه بلي كانوا يضحكوا، ومكاش واحد من اللي كانوا معاك رفدك طاك زوج صفعات باش يربيك ويقول لك بلي هذا الفعل لا يجب ان يتم هنا نهائيا، لا في المغرب لا في الجزائر لا في بلاد واحدة اخرى. في ملعب امام عشرات مئات الالاف من الناس يتفرجوا، والكاميرات غالبا غادي تكون كاش كاميرا قد بعضها، يعني القلقول تاعك والبولة تاعك والتصرف تاعك غالبا راه محكوم في كاش كاميرا من التلفزيون المغربي او التلفزيونات اللي كانت تصور في اللقاء. ما تحشمش، ماكش حاس بالعار، ما راكش حاس بالخجل. نورمالمون يطلع يعتذر للناس، نورمالمون يطلب السماح ويقول انا غلطت، هذه قلة تربية ما تعندونيش، باسكو بما انه هو انسان مفروض مؤثر كاين عشرات الالاف يتبعوا فيه، بالنسبة لهم غادي يولي هذا فعل عادي. وين ما تجيك الحاجة تاعك بيبي ولا كاكا ديرها تما كاينه، اون ديغي رجال الكهف، كائنات مازالت عايشه في الكهوف، مازال ما تربتش، مازال ما اكتشفوش لي تواليت، مازال ما اكتشفوش الخصوصيه، مازال ما اكتشفوش احترام الاخر، الباوندريز، الحدود.
اولا لازم تعتذر، تطلب السماح من السلطات المغربيه، من الجمهور اللي كان حاضر في الملعب، من المتابعين تاعك. ويجب أن السلطات المغربية تعاقبه حتى لو عقوبة رمزية لكي تضع حد ويكون هذا رادع لمن يرتكب مثل هذه التصرفات. أنا صراحة قلقني بزاف، قلقني إلى أبعد حد، وما كنتش نتوقع أنه الوضاعة تاع بعض الناس كما هادو توصل إلى هذا الحد. علاش قلت المغرب هذا تكلفوا به، الله يرحم لكم الوالد، لانه حشومه تستقبل انسان استهزاء ببلادك، حشومه تدخل انسان استهزاء ببلادك. هذه من جهه. هذا الانسان هذا انا مازال غدوادي نولي لهذا الموضوع وغندير عليه فيديو. هذا الانسان هذا استهزاء بالمغرب. ما فهمتش انا بغيت نفهم انا راسي احبس. واش هذا الانسان يستهزئ ببلادك وانت مستقبلوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا مستهزئ ببلادك وانت مستقبلوه وفرحان به، هذا راه خاصو ما يقعدش. هذا حتى هو خاصو يلحق الاخرين. المهم هذه من جهه. دروك غادي تسمعوا الوزير برناوي واش كان يقول قبل. سمعوا الوزير برناوي واش كان يقول. ملعب واحد ما عندهمش، يعني الاعلام المغربي يستعمل كثير الدعايه وليس الاعلام. نعطيك على سبيل المثال كانوا يتكلموا كثير على المنشآت والملاعب، حتى كثير هنا من البلاطوات هنا في الجزائر انا كنت نشوفهم مره في الفيديو 3 دي معناتها، يعني تصاميم ليست بملاعب. شوف اللي عندهم، امنوا باللي عندهم كي لحقنا للصح. ملعب واحد هذا هو الوزير برناوي. الوزير برناوي قال لك اسيدي المغرب ما عندهمش بالذكاء الاصطناعي. فين مشيتوا اليوم وفين خبرتوا؟ ماشي خبرتوا اليوم، ما خبرتوش اليوم. وليتوا ديروا كي كمال المهوي، الحسد والغيره. كمال المهوي هي لاباج ديالو، كمال المهوي خرج في لاباج ديالو، ديال لاباج ديالو فوت كذا، هذا فوت 20 هذه ديالو اوفيسيال. نعطيكم انا اقسم لكم بالله ديالو نهار كامل هو يكتب فيها ومنا ويستهزأ بالمغرب. وهذا ملي مشى ملي جراو عليه، لقاش ما عندوش الحق يخرج في الاذاعات، ولا راه ما عندوش الحق في الجزائر يخرج في الاذاعات. هذا هو كمال المهوي. وكانوا يستهزئوا. اليوم ولاو الحسد. النهار الاول كان يقول لك المغرب غيرجع يهزوا المغرب، اليوم ولاو الحسد والغيره ويفرحوا المنتخبات اللي تفوز على المغرب وكل شيء. يفرحوا مع مالي، يفرحوا حتى القناه الارضيه. شو القناه الارضيه؟ الشعار اللي حاطاه ديال المقابلات تونس ونيجيريا هي غتثبت تونس ونيجيريا اليوم باش تعرفوا التناقض ديال الاعلام الزيكو، اعلام الزريبه. التناقض ديال الاعلام الزريبه هو هذا، يدير لك الشعار وهذا سي انتردي نورمالمون في لاكاف، يدير لك الشعار ديال كاس افريقيا ديال 1960، ولكن هي كاس افريقيا اللي في المغرب ما يديرش الشعار ديالها. بصح نقول المقابله اليوم مدينه فاس وتفرجوا لها من المغرب باش تعرف ان التناقض ديالهم. كيما هذاك اللي يسبك في العشيه وفي النهار ينقل لك يسبوا في الصباح يضلوا يسبوا في المغرب. هذا اعلام الزريبه ديالنا. وفي النهار نمشيو نقول المقابلات. هذه من جهه باش تعرفوا الحسد والغيره فين خلاتهم. انا جبت لكم غير شويه نويطات، هذو شويه كما قالوا الاخر حاجات يعني عاديين. بنادم راه بالغيره والحسد هو اللي خلانا رانا روطار. بحال بنادم هذا، بحال هذا الانسان هذا سب المغرب وجاي للمغرب وغادي يشوف المغرب وياكل من الماكله ديال المغرب. علاش جاي؟ انت غير البارح سبيتو وقلت له الملعب واش هذا هو، وحنا عندنا ملاعب عالميه ومنا والفهايميه، وتسبوا في لي لايف ديالكم كل نهار المغرب، ودروك جاي انت عند المغرب. انا بغيت ما نفهم في هذا البشر، ما فهمت حتى شي حاجه. واللي مستقبلهم مؤثر المغرب. علاش؟ على حاجه التكباس. راه ما يمكنش الرجله تنبح هكا، ما يمكنش. راه ما مشكل هذا، راه مشكل وكبير. انت تشوف